كان كل يوم بيبدأ بنفس المعركة: الحذاء، صرخة من الأم، رفض من الطفل، وتعب بيتراكم، مش لأنه مش بيسمع الكلام، لكن لأنه تعبان. الأم مرهقة، ذاكرتها مليانة صراخ، طفل بيعيط، أكل مرفوض، نوم مستحيل، وشجار دايم بين أب وأم. والطفل واقف في النص، خايف، مش فاهم، وبيصرخ بطريقته. وفي لحظة صدق الأم سألت نفسها: هو ابني محتاج طاعة ولا محتاج أمان؟ فتحت كتاب وبدأت تقرأ، مش عن تربية الطفل، لكن عن الطفل اللي جواها هي. في اليوم اللي بعده ما صرختش، قعدت على الأرض جنبه، سمعته بجد وقالت له: تحب تلبس الحذاء الأحمر ولا الأزرق؟ اختيار بسيط بس فرق كبير. اتفقوا على روتين، لعبوا، ضحكوا، وبدون صراخ لبس الحذاء. الليل جه، الطفل مستعد للنوم، مش خوفان، مطمن، والأم بتبصله وتبتسم، مش لأنه قطع، لكن لأنه ارتاح. العناد غالباً مش مشكلة سلوك، غالباً رسالة.